يشجعوا السبعين. الحمد لله دي افضل حاجه فيهم، عشان كده بنوك ناجحه. الله. ما انا ما هقول ايه بقى، ما هو كنتوا بتقولوا التعليم بايظ، نتج عنه اهلاويه كتير، فنعمل ايه؟ يعني دلوقتي بنحاول ناخد طبعا زي ما احنا شايفين يعني تصريحات في غايه العنصريه. تصريحات في غايه العنصريه. سيدي الرئيس او سيدي نائب رئيس البنك الاهلي، يعني لو هنتفق مع بعض ان احنا عندنا مشكله في التعليم فعلا، وان المصريين عندهم مشكله في التعليم فعلا، فهو مش عيب على المصريين. اسال رئيسك، اسال رئيس حكومتك، اسال ادارات هذه البلد المتعاقبه كيف وصل المصري الى هذا الحضيض من التربيه والتعليم ومن التعليم في العموم. فالمشكله ان انت في مركز مسؤول، انت اللي بتتريق على التعليم، وانت مشارك في هذه العمليه في تجهيل الشعب. ولكن لو قلنا انه يعني زي ما انت بتحاول تروج ان الصفوه يعني زملكاويه، وانه الاهلاويه هم الجهله او هم قليل التعليم والمعرفه، يعني فيعني لو قلنا انه طلعت حرب كان اهلاوي، طلعت حرب كان اهلاوي. ومن هو طلعت حرب؟ ابو الاقتصاد المصري. مين تاني؟ عمر الشريف كان اهلاوي، احمد رمزي كان اهلاوي، ناس كتير تقايل في البلد كانوا اهلاويه، خطيب اهلاوي. لو هنتكلم بالمنطق الغريب ده يعني، وقعدنا نصنف الناس الكويسه انهم دول اهلاويه والوحشين او الوحشين اهلاويه، لو مشينا مع المنطق دوت فاحنا مش هننفع. مش هو دوت اللي المسؤول الكبير الكبره بيديه يعني للمواطن. مش هو دوت النتاج الطبيعي، لانه مسؤول كبير في الدوله وفي حته حساسه جدا في الدوله. هو ده نتاج تفكيره، نتاج لسانه. امال الناس العاديه تقول ايه لما يكون ده نائب كده بيتكلم بهذه الجهاله وهذه السوداويه؟ امال الناس العاديه تقول ايه؟ هنخلي ايه الناس الجهله بقى؟ هنخلي ايه الناس قليل الثقافه ومتوسطي التعليم وارباب الحرف والناس العاديه في الشارع، الناس اللي على دماغنا يعني، خلينا لهم ايه؟ لما يكون اعلى قيم في البلد بتفكر بالاسلوب ده.